المباريات التي قد يغيب عنها ديمبلي: تشافي يستقر على بديل ديمبلي في برشلونة. عودة ليفاندوفسكي إنقاذ لهجوم برشلونة. المباريات التي قد يغيب عنها ديمبلي: يشير الجناح الفرنسي إلى غياب لنحو 5 أسابيع بعد إصابته في جيرونا، وسيكون غيابه بمثابة نكسة كبيرة لتشافي في المباريات التالية. عثمان ديمبلي عانى من تمزق في عظم الفخذ المستقيمة في ساقه اليسرى في المباراة ضد جيرونا في مونتليفي، وتشير الفحوصات الأولى إلى أن الجناح الفرنسي سيغيب لمدة 5 أسابيع تقريبا. لذلك سيتعين على تشافي هرنانديز البحث عن بديل لتغطية غيابه في المباراة القادمة. في غياب معرفة المدى الدقيق للإصابة، لن يكون ديمبلي متاحا لتشافي في مباريات الدوري ضد بيتيس في 1 من فبراير، وإشبيليا في 5 من فبراير، وفيا ريال في 12 من فبراير، وقادش في 19 من فبراير، وألميريا في 26 من فبراير. ولن يكون قادر على لعب مباراة فاصلة في الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد في 16 من فبراير و23 من فبراير. وسيغيب اللاعب الفرنسي أيضا عن الدور نصف النهائي من كأس الملك، حيث يجب أن تقام مباراة الذهاب في 8 أو 9 فبراير، والعودة في 1 و2 من مارس. طالما أن تعافيه في المسار الصحيح ولديه مشاعر طيبة، يمكن أن يلعب ديمبلي مرة أخرى في بداية مارس في مباراة في الكامب نو ضد فالنسيا، ولكن في النادي ليس هناك اندفاع مع الفرنسي للتعافي، ويمكن أن تتم عودته في الجولة التالية ضد أتلتيك بيلباو في سان ماميس في 12 من مارس. تشافي يستقر على بديل ديمبلي في برشلونة. أصيب ديمبلي في مواجهة برشلونة لجيرونا التي أقيمت في الليغا وانتهت بفوز النادي الكتالوني بهدف دون رد، حيث كانت إصابة الفرنسي هي أصعب ما في اللقاء. تواردت تقارير حول فترة غياب ديمبلي، والتي ستكون بين 3 و5 أسابيع، وهو ما جعل تشافي يحدد البديل الذي سيقوم بدور الفرنسي. الخيارات كانت بين 3 لاعبين هم غافي وفاتي وتوريس، ولكن تشافي فضل غافي ليكون بديل ديمبلي في المباريات المقبلة، حيث يرى بأنه الأفضل على الصعيد الفني لتعويض غياب الفرنسي. عودة ليفاندوفسكي إنقاذ لهجوم برشلونة. انتهى إيقاف ليفاندوفسكي ليعود من جديد لقائمة برشلونة في الليغا بدءا من مواجهة ريال بيتيس في الجولة المقبلة من البطولة. حصل ليفاندوفسكي على البطاقة الحمراء في مواجهة أوساسونا ليتم إيقافه ل3 مباريات مع محاولات من قبل برشلونة الاستئناف، لم تسفر سوى عن مشاركته أمام إسبانيول ثم تنفيذه للإيقاف. لم يتمكن برشلونة من الفوز بالمباريات الثلاثة التي غاب فيها البولندي سوى بالحد الأدنى أي بهدف وحيد أمام أتلتيكو مدريد وسوسيداد وخطافي. ليفاندوفسكي عامل مؤثر في هجوم برشلونة، حيث سجل 22 هدفا وصنع خماسية خلال مشاركته في 24 مباراة، وهو ما سيستكمل بدءا من مباراة بيتيس.